اهم حاجه تكون فاهمها بخصوص العربي ان اللي انت بتقعد تذاكره طول السنه وبتبقى مستني يجيلك جوه الامتحان ما هو الا 26 درجه من الامتحان بس. انما في 44 درجه تانيين انت بتتفاجئ بيهم جوه الامتحان. العربي اكبر ماده من حيث عدد الدرجات، لان عدد درجاتها 80، وبناء على كده مهم جدا انها تكون اكتر ماده من حيث الاهتمام والتركيز. لو بتعمل جدول اسبوعي وهتشوف كل ماده هتذاكرها قد ايه في الاسبوع او كام يوم في الاسبوع، فالعربي هيبقى الماده اللي انت محتاج تذاكرها كل يوم. اكبر مشكله في العربي بجد ان هو عباره عن اقسام، وكل قسم تحسه ماده لوحدها. يعني النحو والبلاغه والادب والنصوص كل حاجه من دول تحسها ماده لوحدها. اول حاجه بيكون عندك 6 درجات بتوع القصه، ودول بيكون اسهل 6 درجات تحصل عليهم، معتمدين على حفظ ولا تركيز ولا الكلام ده خالص. دول كل اللي انت محتاجه اصلا ان انت تقرا النص اللي هيجيلك من القصه كويس وتربطه بالنص التاني اللي هيجيلك. يعني كل المطلوب منك ان انت تحاول تركز وتتأنى في الامتحان. انا عارف ان فكره انك تتأنى جوه امتحان اخر السنه وجوه اللجنه ثانويه عامه مستقبلك تبقى صعبه، بس ده المطلوب منك. وعموما انت مش محتاج تقرا القصه، انت لو اتفرجت على فيديو كرتون بيحكي القصه ده هيكون كفايه ان انت تفهم مواضيع القصه وتفهم القصه بتتكلم عن ايه. ومش من الطبيعي ابدا ان انت تروح تذاكر قصه واحد عشان ما يبقاش شكاء بكاء زي اخته الصغيره ما راحش قال لامه ان عينيه تعبانه فبقى شكاء بكاء لجميع مراحل ثالثه ثانوي طول حياته. في فيديو كده تقريبا مش فاكر كتاب الامتحان او الاضواء كان عامله، كان عباره عن كرتون بيحكي فيه قصه طه حسين دي وملخصها قصه الايام. هسيب لكم اللينك بتاعه وبتفرجوا عليه. الفيديو ده كان كفايه ان هو فهمني القصه بتتكلم عن ايه وخلى اغلب الاحداث في دماغي. الفيديو ده انا اتفرجت عليه قبل الامتحان. شكل السؤال اللي جه في الامتحان بتاعي ما كانش بعيد عن اللي جه في الامتحان اللي قبله ولا اللي قبله، ان هو بيجيب لك جزء من القصه تقراه وجزء تاني من نص جايبه لك انت ما تعرفوش ويقول لك اربط الاثنين ببعض او سؤال ربط ما بينهم. موضوع بسيط جدا. حاول على قد ما تقدر ما تضيعش 8 درجات دول من ايدك. بعد كده 6 درجات في الادب. فكره انك تقدر تاخد السته كاملين بتكون صعبه شويه غالبا، ولما تجرب تحل شوامل تفهمني، لاني ساعات بتكون اجابتك صح وانت مقتنع واللي قدامك مقتنع واللي موجودين كلهم مقتنعين، بس اللي حاطط الامتحان مش مقتنع وهو شايف وجهه نظره حاجه ثانيه. دي حاجه ما تقدرش تعمل فيها حاجه ولا انا اقدر اعمل فيها حاجه. لكن الادب عموما لما تيجي تذاكره مش صعب ابدا. انت محتاج تذاكر كل مدرسه وتعرف تفرق ما بين المدارس وبعضها، ويكون في دماغك كل مدرسه رابطها بكلمه او كلمتين زي ما انا كنت بعمل. كنت كل مدرسه رابطها بحاجه معينه عشان افتكرها. مهم جدا تكون رابط دايما في دماغك ما بين المدرسه والشعراء بتوعها. هنا بتحصل كتير جدا، يجيب لك شعر طويل عريض ويكتب لك اسم الشاعر فوق، وبعد كده في الاسئله بقى اللي هو المفروض يكون سؤال لافف انه يقول لك الشعر ده من مدرسه ايه. فالغلط اللي اغلب الناس بيعملوه ان هم بيحاولوا يقراوا الشعر ويحاولوا يعرفوا منه دي مدرسه ايه، لكن الصح ان انت بس كل اللي عليك ان انت تعرف من اسم الشاعر دي مدرسه ايه. بتاعت اسم الشاعر دي مهمه جدا، لاني انا وقعت فيها كتير جدا في الثانوي ان انا ما كنتش ببص على اسم الشاعر واحاول اعرف من النص. ركز تشوف اسم الشاعر مكتوب ولا لا لانه بيفرق معاك في الحل. كده بقى بيكون في 10 درجات على القراءه دي. النص انت مش مذاكره ولا اي حاجه، انت بتدخل تقرا نص بيبقى عن مواضيع معينه انت مش عارف ايه هي، وعلى اساس النص اللي انت قراته او على اساس تركيزك في القراءه بتجاوب على الاسئله دي. غالبا بيكون في سؤال واحد بس في القراءه بيبقى لافف وبقيه الاسئله بتبقى سهل ان انت تاخدها. ملحوظه مهمه جدا جدا جدا، انت غالبا هتجاوب السؤال اللافف وتغلط في الاسئله السهله. ركز جدا عشان انت بعد ما بتكتشف السؤال اللافف ده بتفرح وتفتكر ان انت خلاص عديت الصعب فبتغلط في السهل. انا عملت كده. مثلا في امتحان 21 السؤال اللي كان لافف واغلب مش هو ما كانش لافف يعني، هو بس معتمد على التركيز بس اغلب الناس غلطت فيه. السؤال كان عباره عن ما هو لون المسجد الاقصى او قبه المسجد الاقصى بالاصح. طبعا السؤال ده انت اول ما هتقراه ذهبي، يعني انت لو فكرت فيه دلوقتي هتقول ذهبي او اصفر، لكن في الحقيقه في فرق ما بين المسجد الاقصى وقبه الصخره. قبه الصخره دي اللي لونها الاصفر ودي اللي لونها ذهبي ودي اللي احنا بنشوفها في الصور، انما المسجد الاقصى ده لونه بيبقى فضي وده حاجه تانية. ما تقلقش، الموضوع مش معتمد على معلوماتك العامه نهائي. الموضوع كل اللي هو معتمد عليه ان انت تكون تأنيت في قراءه النص وركزت في قراءه السؤال. طبعا السؤال اللي جه في دفعتي انا وكان مشهور جدا تلت التسعه كام. وبعدين لما انت تكون بره الموضوع، وهو ما كانش سؤال تلت التسعه كام على فكره، السؤال ما جاش بالشكل ده خالص، بس انت عموما لو شفت السؤال وشفت النص وقراته هتحس الموضوع بسيط جدا ما فيهوش اي حاجه نهائي. لكن انا واحد عشت الواقع، الحمد لله السؤال بتاع تلت التسعه ده اجابته بسهوله الحمد لله. بس الفكره الموضوع ما كانش سهل على فكره. يعني انت لما تكون لك جوه لجنه الامتحان والوقت عمال يجري منك ومطلوب منك تقرا نص عباره عن صفحه كامله وبتركيز، بتبقى حاجه مش سهله ابدا زي ما انت متخيل. يعني انا جاي لك من المستقبل او جاي لك من قدام بقول لك الموضوع ما كانش سهل زي بره الامتحان ابدا. بمناسبه الحته بتاعت تلت التسعه كام، انا لما حليت السؤال امتحان 21 حليته ليله امتحان اللي كان عليا بتاع العربي. انا غلطت في السؤال بتاع قبه الصخره
واتضايقت جدا ان انا اعتمدت على معلوماتي العامه مش على قراءه النص بتركيز. عشان كده تاني يوم لما دخلت في الامتحان وجيت على القراءه وجيت على الجزء بتاع سؤال تلت التسعه كام ده، ولما جاوبته افتكرت الغلطه بتاعت امبارح، فكنت مركز قوي كده. بقول لك ما تزعلش من اي غلطه تغلطها. انا غلطت، اللي كان مضايقني من الغلطه دي ان انا غلطتها ليله الامتحان. بقيت عمال اقول لما انا غلطت ليله الامتحان امال انا هعمل ايه بكره. تعود نفسك على القراءه، حاول يكون على الاقل اقل حاجه يكون ليك كل اسبوع نص واحد او نص واحد ايه قراءه واحده تقراها، موضوع قراءه تقراه وتحل عليه، اقل حاجه واحد في الاسبوع. بعد كده بقى هتلاقي عندك 20 درجه نصوص. انك تاخد ال 20 درجه بتوع النحو اسهل من ان انت تعرف تاخد ال 20 درجه بتوع النصوص. النحو غالبا بيبقى عباره عن 1 زائد 1 بيساوي 2، يعني نادرا لما يحصل خلاف على حاجه في النحو وتلاقي مدرس يقول هتبقى كذا وده يقول لك هتبقى كذا، نادرا لما بتحصل. انما اللي دايما بتحصل ان الاسئله بتاعت النصوص، اللي مش عارف الفرق ما بين النصوص والقراءه، القراءه هي النص اللي انت بتقراه بيبقى عباره عن موضوع كتابي عادي جدا، مقال مثلا، اما النص ده بيبقى ابيات شعريه. تلت النصوص الحقيقيه انها معتمده على راي الكاتب، تعديل راي اللي حدث في الامتحان. ال 20 درجه دول بيبقوا معتمدين على ثقافتك اللغويه وفهمك وتركيزك، مش فهمك عادي، لا فهمك للنص. يعني انت ممكن النص يكون بيبقى نص شعري، انت مش عارف احداث قديمه احداث جديده بيتكلم عن ايه، فهمك ليه ده اللي بيخليك تجاوب على الاسئله. حاول دايما تقرا الاسئله اللي موجوده قبل ما تقرا النص نفسه، لان ده هيساعدك جدا في ان انت تفهم النص. غالبا سؤال او سؤالين من اسئله البلاغه والادب هيبقى موجود جوه النص، وغالبا السؤال ده هيبقى بدرجتين. كده اكون خلصت ال 44 درجه اللي انت مش بتذاكرهم وتخش تلاقيهم جوه في الامتحان. في بقى ال 26 درجه اللي انت قاعد طول السنه بتذاكر عشانهم. حاجه ال 20 درجه بتوع النحو. بص يا صاحبي، اكتر حاجه بجد هتفيدك في العربي في النحو تحديدا وهتقويك هي كتاب كيان. يعني لو انت بتحل او بتذاكر من كتاب الامتحان، كتاب الاضواء، اي كتاب من الكتب دي، او المدرس بتاعك اللي ماشي معاك في السنتر مش بيحل من كتاب كيان، لازم تجيبه وتحله مع نفسك، تتابع مع حد على يوتيوب بيحله، تشترك في منصه بتحله، اتصرف وحل الكتاب ده. ومش بس الكتاب حل، لازم الكتاب شرح يكون معاك. الكتاب شرح اهم من الكتاب حل. يعني معلش، هو في السنه بتاعتي انا كان الشرح والحل كتاب واحد، انا مش عارف السنه دي النظام. الكتاب بجد كان داخل في تفاصيل التفاصيل في القاعده، بل انه ساعات بيخرج عن حاجات بتبقى بره بعيد انها تيجي وبرضه بيجيبها، بس الحاجات دي كنت بحبها لاني بتقوي فهمي للحاجه. لاحظ انه رابط كل دروس النحو ببعضها. يعني مثلا هتلاقي في درس المفعول به ان هو ربطه بكل المتشابهات اللي للمفعول به في الدروس الثانيه، وجاب لك لو اي درس تاني في حاجه شاذه بتتعرف مفعول به هتلاقيه جابها لك في الدرس ده. عمل بقى كده في كل الدروس ان مجمع لك الحاجه اللي ليها علاقه بالجزء ده من جميع الدروس الثانيه في الجزء ده حاجه مبهره بجد. طبعا الاسعار غاليه جدا، وساعات بيكون حالتك الماديه مش احسن حاجه، او ان انت اشتريت الكتب اصلا ومش حابب تشتري تاني. تعمل ايه؟ قدامك حاجتين. الحاجه الاولى ان انت تشتري الكتاب بتاع السنه اللي فاتت، وده بيكون سعره اقل بكتير، يعني يمكن اقل من النص، او تنزله PDF. دي اسهل حاجه. هتتعب شويه بس انا عارف المذاكره بتاعت الPDF دي بتبقى رخمه، بس حتى منها هتتعود للجامعه. صدقني مع التعود الموضوع مش هيبقى صعب، هتعود ان انت تذاكر PDF، بل بالعكس هيشجعك ان انت تنزل كتب تانية وتحل حاجات تانية مش الكل بيحلها. في حاجه هتقويك في النحو هي المدرسين الكتير الموجودين على اليوتيوب والمنصات بتاعتهم. لك اسامي 3 من المدرسين دول: رضا الفاروق، ومستر وليد محسن، ومستر محمد صلاح. وبالمناسبه مستر وليد محسن ده انا ما شفتوش غير في فتره المراجعه بس، وصراحه كانت مراجعاته حلوه جدا، وكان بيحل جريده الجمهوريه ودي ما كانش كتير بيحلوها، وكانت بتجيب اسئله صعبه وفيها افكار ما كنتش خدتها او سمعتها في السنه. في الفيديو بتاع الفيزياء انا اتكلمت عن مستر اسلام عشان كان عنده قناه على اليوتيوب وكان عندي امل انها تفيدكم. المره دي بقى المستر اللي هتكلم عنه ما عندوش منصه، ما عندوش يوتيوب، غالبا مش هتقدر توصل له لو انت بره شبين، بس برضو لازم اتكلم عنه بجد. يبقى اقل شكر اشكره لمستر مصطفى مدبولي. المستر ده كان بيديني من وانا في اعدادي، وبجد كان من اكتر المدرسين اللي انا بعزهم وقريبين مني. اقل حاجه اقولها ده بجد كنت بعتبره والله اب تاني ليا. انت من شبين بجد ما تترددش في فكره ان انت تروح لمستر مصطفى مدبولي. أخيرة أقولها ليك قبل ما أقفل: لو أنت فكرت تضيع مادة من إيدك أو تركن مادة على حساب مادة تانية، فصدقني بلاش المادة دي تكون العربي عشان أنت هتزعل. العربي ده عبارة عن بحر، كل قسم فيه هتحسه مادة لوحده، مش المادة أبدا اللي كوبايتين جد وساعة شاي هتقدر تحلها. المادة دي كنت بحب فيها إن دايما فيها شيء كده من العظمة. لما تفهم معنى من المعاني بتاع النحو بتاع البلاغة، المعاني دي لما بتوصل لك بتبقى حلوة جدا.
ودايما بتفكرني بقول الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. حاول تخلي المادة دي أكتر من المادة اللي أنت بتذاكرها لمجرد إن أنت تاخد الدرجة فيها. حاول تخلي نية مذاكرتك فيها خالصة لربنا، وإن أنت تكتشف عظمة اللغة العربية اللي ربنا شاء إن القرآن ينزل بيها. هتفرق معاك جدا في مذاكرة العربي. حاجة غريبة جدا كنت دايما أصحابي بيستغربوا منها، أنا بحب العربي وبجد كنت بحب أذاكره، ولدرجة إن أنا كنت ساعات بشتري كتب أدبية وأقرأها. بس كده خلاص. السلام عليكم.